مرحبا، أنا لبنى الحمامي من مكتب ريد إيجل لا، وهو مكتب محاماة مختص في قضايا الهجرة مقره في كاليفورنيا بالقرب من سان دييغو. في هذا الفيديو سأتكلم عن الدعوة القضائية الجماعية لمتقدمي تأشيرات الهجرة المتأثرين بقرار الإيقاف الخاص ب75 دولة. تمثل هذه الدعوة القضائية الجماعية فرصة لمقدمي طلبات تأشيرات الهجرة للطعن في قانونية قرار وزارة الخارجية الأمريكية الصادر بتاريخ 14 يناير 2026 الذي يقضي بإيقاف إصدار جميع تأشيرات الهجرة لمتقدمي الطلبات من مواطني الدول التالية: مصر، سوريا، الأردن، الكويت، العراق، لبنان، ليبيا، المغرب، جنوب السودان، تونس واليمن. سيتم رفع هذه الدعوى أمام محكمة المقاطعة الأمريكية لمقاطعة كولومبيا. آخر موعد للمشاركة سيكون في 6 فبراير 2026، أما تاريخ تقديم الشكوى فسيكون في 20 فبراير 2026. هذه مواعيد نهائية وغير قابلة للتمديد. شروط المشاركة في هذه الدعوة: يجب على المشارك أن يكون المتقدم الأساسي لطلب تأشيرة هجرة ضمن فئتي الهجرة القائمة على العمل أو الهجرة العائلية، وألا يكون من الفائزين ببرنامج اللوتري DV 2026. 2. أن يكون قد قدم نموذج DS-260 ولديه رقم ملف لتأشير الهجرة. رقم 3. ألا يكون مشاركا في دعوى قضائية أخرى تطعن في قرار الإيقاف المتعلق في 75 دولة. هذه الدعوة لن تطعن في قانونية حظر السفر بموجب الإعلانين الرئيسيين 10998 أو 10949. حتى في أفضل نتيجة ممكنة فإن هذه الدعوة ستزيل عقبة واحدة فقط من العقبات التي قد تواجه بعض المشاركين. تكلفة المشاركة: أتعاب المحاماة في هذه الدعوة هي $2000 أمريكي لكل متقدم أساسي، بيشمل هذا المبلغ جميع المستفيدين التابعين بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة. شروط الدفع: ستكون $1000 تدفع مقدما للانضمام كمدعي، أما $1000 الثانية ستدفع بعد دخول الولايات المتحدة الأمريكية على أقساط شهرية بقيمة $250 شهريا. للمشاركة يمكنكم التسجيل عبر موقعنا الإلكتروني at www.redeaglelaw.com